ازيكم حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده عملت الطعميه تحفه وجميله قوي قوي، كمان هشه ومقرمشه، كمان مفيهاش عجين من جوه بجد، وخفيفه جدا وقرمشه من بره، تحفه تحفه تحفه. بصوا، جميله قوي قوي. هنا اول حاجه طبعا معايا الحمص، نص كيلو من الحمص منقوع 10 ساعات. فول مدشوش ده برضو كيلو، نقعته 7 ساعات تمام. وبصلاية، وعندنا كراد، وعندنا كزبرة وبقدونس. بس طبعا انا الخضروات مش بكترها عشان بتغمق. بصوا كده، طبعا دي مش الكمية كلها، لا انا الكمية كلها شايلاها. فانا باخد كده بالطبق وبضرب. تاخدي طبعا شوية حمص وشوية من الفول الفول مدشوش، بس الفول مدشوش اكتر. وتقطعي كرات وبقدونس بس مش كتير، والبصلة برضو مش كتير. زي ما شفتوا كده 3 شرايح بس في الكبة. تمام، وهضرب كويس جدا. طبعا جنبك كوباية مية من الحنفية عشان بنزود بيها، بس بعد ما اضربها كويس. تمام. بصوا كده، بحط كده يعني شوية مية كده في الجناب عشان ايه يتخلط كله مع بعضه. بصوا بعمل كده بالمعلقة، وبرضو هضيف شوية مية تاني وهضرب كويس جدا. طبعا هو بياخد وقت، ولكن لو في مكنة طبعا على طول هتتضرب. بس عايزه اقول لكم جميله قوي. بصوا اللون ده كده حلو قوي. اهم حاجه تضربيها تكون ناعمه جدا عشان تديكي النتيجه بتاعت اللي بره. بصوا كده، بجد تحفه. وطبعا هخلص بقى الكميه كلها وهشيل نصها. تمام، شلت نصها في الاكياس، وهنا طبعا اخر حبايه هاخدهم واعملهم. بس الحبايه دول انا حطيت كده بق ميه، عشان هقول لكم ليه. طبعا احنا وعلى البوتاجاز، ان جوزي بيحب كده حاجات. هنا بصل بودر، توم بودر، كزبره ناشفه، ونص معلقه بيكنج باودر، تمام، كيك شيف، وكمون. تمام، يعني نص معلقه هحطها عشان تديكي. طبعا انا اللي شيلته في اكياس، ما حطيتش اي توابل. بحطه على كده، بحطه في اكياس وبشيله على كده. بس وقت الاستخدام زي كده بطلع الكيس من الفريزر بعد ما يفك، اضيف المكونات بتاعتي. تمام كده. طبعا اللي في الكيس انا عاملاه متماسك، بس ده انا عاملاه ماهي شويه. حطيت له بق ميه كده عشان جوزي بيحب كده تنزل. انا بحطها القرص كده على النار، يعني على الزيت، في الزيت بيحب كده قراميش تطلع منه. تمام. وطبعا ده شطه، ده اختياري. فلفل اسمر، وعايزه اقول لكم جميله قوي، كزبره ناشفه وكمون. طبعا مش بنحط توابل تانية. بصل بودر وتوم بودر، والسمسم، السمسم انا حاطاه من جوه. بصوا ده اللي في الاكياس هجمده في الفريزر. بصوا عاملاه تقيل شويه، ولكن ده انا اللي في الطبق حطيت له بق ميه عشان امهيه. هوريكم دلوقتي انا عايزاه بقى ان هو عالي جدا. طبعا انا غيرت الطاسه عشان لقيت الدنيا هتطرطش معايا، الطاسه كانت مخرومه. بصوا كده، ايوه القراميش دي اللي بتنزل، طبعا هو عايز كده. القراميش دي كلها بيحب ان انا اتلفها يعني بالشبكه وبتتاكل. بجد طعمها جميل ولونها رائع، مش هتسود حتى لو انت شلتيها في الفريزر. لا يمكن ابدا ان هي تسود. ليه بقى؟ عشان الحمص اللي احنا حاطينه. لازم 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 تحطي حمص وتقللي الخضروات لو انت عايزه الطعميه بتاعتك ما تسودش. تمام. ادينا قلنا كل حاجه. طبعا انا عامله القرص دي كبيره، انت براحتك، عايزه صغيره وسط براحتك انت. بس بصراحه انا بحب الصغيره خالص، اللي هي الكوره الصغننه.
يعني أنا بعملها على طول، ان بتطلع مقرمشة كده ومفيش عجين خالص. بس ده طبعا انا عاملة الاقراص الكبيرة دي عشان الفيديو بس. بصوا بقى القرمشة واللون مصفر ذهبي بجد جميلة قوي قوي. كمان عايزة اقول لكم الكاميرا ظالمة الفيديو خالص، بجد تحفة وجميل قوي. حبايب قلب الطعمية دي انا عاملاها للجمعة العظيمة طبعا. ان احنا قربنا خلاص برضو، الايام بتعدي يعني هي كلها بالظبط بالظبط 25 يوم. والجمعة العظيمة طبعا اسبوع القلم حلو قوي. تمام، احفظيها من دلوقتي وشيليها في الفريزر وحاجتك تبقى جاهزة. تمام، انا قلت الفيديو ده انزله لكم قبل الجمعة العظيمة عشان انتوا تنزلوه براحتكم، يعني ان انتوا براحتكم تستخدموه تعملوه، يعني تشوفوا الفيديو بعد ما ينزل وتعملوه. تمام، بجد بصوا الحمص اللي احنا حاطينه مخلي الطعمية فاتحة كده وجميلة قوي قوي بجد، جميلة وروعة جدا. على فكرة مش لازم كبة، لو برضو بأي مكنة عندك المكنة تطلع أحلى من الكبة، يعني أي مكنة عندك اشتغلي بيها. ولو عايز تعمليها برضو في الخلاط ممكن تتعمل في الخلاط. بصوا الكور الصغننة دي أنا بحب الكور الصغننة خالص. حط اللايك يا قمر. يلا بقى كلكم اشجعوا، زي ما قلنا الفول المدشوش بيتنقع 7 ساعات. تمام، الحمص بيتنقع 10 ساعات. تمام، وبعدين تضربيهم، نص كيلو حمص عليهم كيلو فول مدشوش. تمام، وطبعا الكراد والبقدونس براحتك بس ما تكتريش زي ما قلنا. بصوا هنا برضو عملت الاقراص، الكورة الصغننة دي اتاكلت فعشان كده ما اتصورتش. بجد جميلة قوي قوي، تحفة بجد. اعملي الشكل اللي ممكن تعمليها صوابع كفتة، اعملي الشكل اللي انت بيريحك اعمليه. على فكرة حتى لو شلتيها في الفريزر هتديكي باللون ده، انا مخزناها عندي في الفريزر بستخدمها ومش بتغمق خالص، عشان طبعا احنا مقللين الخضروات وحاطين لها حمص، فالحمص بيديها لون كده ذهبي حلو للطعمية ومش بتبان خالص، بالعكس بتدي طعم جميل قوي قوي بجد. بصوا بجد تحفة جدا وجميل قوي قوي. إن عجبكم الفيديو حبايب قلبي لايك وشير وسبسكرايب، تفعيل زر الجرس، واللي مشتركش في قناة المقرص اشترك، اعملوا لي متابعة على صفحتي على الفيسبوك. ايه رأيكم في الجمال ده؟ بجد روعة 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 روعة. كل سنة وانتم طيبين طبعا. بجد تحفة تحفة جدا. الطعمية دي كوكو ابني بيفرح بيها جدا، عشان على فكرة الطعمية اللي بره غير الموجودة في البيت، اللي بره بيضيفوا لها عيش. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، باي باي.